الكلام ده حار استحمله، ده حار شديد والله استحمله. دولة دي في ناس في راسهم انت مهما عملت ما تتقدم لقدام. ده العنصر الجلابي القاعد في الشمال ده. عشان كده الليله شالوا لك ناس كباش. انت لازم تعرف الدولة دي هسه حاكمينها منو. طيب تعال نديك احصائيه بالراحه واحده واحده. شوف الاحصائيه هسه. الكلام ده بعد ما شالوا ابراهيم جابر وكباش. شوف الاحصائيه في الدوله السودانيه. فريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده. ده شايقي اكتب جيب ورقه وقلم. لا بديك زمن والله عشان تعرف ذات الدوله دي ما شوي، عشان تعرف ان احنا قاعدين ننفخ في قربه مقدوده. جنجويدي شنو؟ الشاهد السلاح ده نحن ما خايفين منه، خايفين منه القاعد في الكرسي. ده كلام قاعدين نقوله من زمان. جبت ورقه وقلم. فريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده شايقي من ابناء الشوايقه. فريق اول ياسر الأتا رئيس هيئه الاركان وعضو مجلس السياده شايقي من ابناء الشوايقه. فريق عبد الخير شايقي من ابناء الشوايقه نائب هيئه الاداره. فريق محمد السبير رئيس الاستخبارات شايقي من ابناء الشوايقه. فريق معتصم عباس الطوم شايقي من ابناء الشوايقه نائب اركان العمليات. فريق هيدر الطريفي نائب اركان للتدريب شايقي من ابناء الشوايقه. فريق خلف الله ادريس نائب اركان للامداد شايقي من ابناء الشوايقه. فريق اسمه شنو؟ فريق راشد مفتش العام للجيش السوداني شايقي من ابناء الشوايقه. فريق محجوب بشرى قائد قوات البريه شايقي من ابناء الشوايقه. اي قائد قوات البحريه شايقي من ابناء الشوايقه. يلعن ابو دي الدوله اللي يا اخي مالك يا اخي مالك يا اخي مالك يا جماعه. ده شغل نظيف والله يا اخي. اولادنا دول قاعدين بيموتوا ليه يا زول؟ بلاد هاي ويك اب اصحى. لسه بجاي الناس قاعدين بيقسموا في السلطه تجيب ليه نازل عيالهم وين هسه نازل القطه دي عليك دين عيال وين؟ ديل عيالهم تلقاهم في امريكا في اوروبا في استراليا. حتى دي بيقروا في شفت بيقروا في الدكتوراه ماجستير بتاع عشان بكره ثاني يجي يركب. قسم بجلالتي يا جماعه هاي ما تنغفلوا يا زول. هاي الدوله دي ما شوي دارين نعرف والله. هذا كلام شنو ده؟ كلهم ابناء الشوايقه بيور. هذا كلام فاضي والله. احنا قاعدين نسوي شنو يا جماعه؟ نعيد لكم مره ثانيه. يا اخي هذا زمانك يا مهازل فامره وشر البليه ما يضحك. هنا يقدمونا في الصفوف الاماميه نموت مع الجنجويد. ناس تاكل الدوله. وقسم بجلاله الله والله ناس قاعده تاكل الدوله سايو. ده هسه عيالهم وين؟ الك دينكم عيالهم وين؟ فريق الكباشي اكثر زول مؤهل في الجيش السوداني منذ تاسيس مؤسسه الجيش السوداني. تم احالته لشنو؟ اي احالوه لشنو؟ من نائب برهان اي نائب رئيس مجلس السياده لشنو؟ للمساعد بتاع برهان لشنو؟ للشؤون البناء والتخطيط. في بناء في تخطيط في البلد دي. ده طبعا بيمهدوه. ده تمهيد للمعاش على فكره. دي نقطه خطوها في راسكم. فريق جعفر اسمه شنو؟ ابراهيم جابر وكباشي درجوهم للحته دي عشان ينزلوهم للمعاش. تدريج على فكره. ناس المفتهين هسه جابوك هنا بكره ينزلوك توالي للمعاش. تدريج توالي جابوك من الحته المهمه من النائب. نائب رئيس مجلس السياده معناته اي كده انت تكون رئيس للسودان. برهان ده جاو وجراه ساقط انت تكون رئيس للسودان. هو الجلابي ما داير الكلام ده. ما داير نوباوي يكون رئيس في البلد دي. كيف نوباوي يجي يبقى رئيس في البلد دي؟ ما بقى. انا لما طلعت هنا قلت لكم والله العظيم كباشي ده بيشيله. ناس قالوا لي يا كامل انت مجنون. كباشي ده افهم زول في الجيش السوداني. لو كباشي شاله يا زول برهان ده ما بيقدر بتاع. قلت لكم كباشي ده بيشيله لانه ما شيء ولا جالي. كباشي ده بيشيله لانه نوباوي من ابناء هامش السوداني العريض. ما يقعد. ما عشان ما مؤهل. اكثر زول مؤهل في السودان
ناس القاعده في ناس اللي لبسوا كاكي بتاع الجيش السوداني منذ تاسيس عام 1925 بقياده محمد احمد الجالي. ليه الزمن اللي انا بتكلم فيه ده مؤسسه الجيش السوداني تاسست 100 وكم سنه. اكثر زول فاهم في المؤسسه دي زول اللي اسمه كباشي ده، فريق شمس الدين الكباشي. لا لكن زول ده نائب ده بيبقى يوم من الايام رئيس. برهان ده احتمال بيموت، احتمال بيعمل هذا، احتمال كمات ده بركب سلطه كامريكا ده خلاص النوباوي بيبقى رئيس للسودان. ما صح، ما بيجي. لازم زول ده يمشي يدرجوا له المعاش. هسي ما تنزلوه توالي، ما تنزلوه. لو نزلتوه بيجي سؤال واجابه. لا زول ده توالي ودوه في حته كده ميته، خلوه يقعد شهر شهرين سنه. رؤوس الشعب السوداني في شنو؟ في رؤوس الجيش السوداني. زول ده اصلا شويتين نزلوا انتهى الموضوع على كده. ده جلابي، ده جلاب كرقيده. ابراهيم جابر من ابناء وين؟ من ابناء دارفور، من ابناء شنو الزياديه، من دارفور نزلوه من مجلس السياده. ما يكون عارف القرار ذاته بيجي من وين. ودوه مساعد حاجه كده، ودوه خطوه هنا. ده الشيء اللي حصل الليل. ده الشيء اللي حصل. ده الشيء اللي حصل. ما في حاجه اسمها جيش واحد شعبي واحد، ما في كلام زي ده. انا هوي ما معاكم من زمان، مش انا ما معاكم. ابناء دارفور، ابناء المشتركه وابناء دارفور كامل ده دائما بفكك الجلابي. صنفتوني حاجات كثيره. جلابي عارف كلام اللي بقوله كله صح، عشان كده صنفني انا عنصري. ليه؟ لانه دي الحاجه اللي الناس تخاف منها. الليله لو مسكت كل الناس اللي بيقولوا كامل عنصري ده، لو وصلتهم جبتهم هنا قلت لهم جيبوا حاجه واحده، عمري لا نبست مجتمع، عمري لا نبست زول، عمري لا شتمت زول، بيتكلم بفكك سياسه اللي انا شايفها. جلابي بيعرف كلامي ده كله صح، كلامي ده بواعي المجتمعات. ابا اولادنا انه كامل ده عنصري عشان يخافوا. انا ما عنصري، عمري ما نبست زول، عمري ما شتمت زول. كل الكلام اللي بيقولوا كلام سياسي وصحيح. جلابي بخاف، امنا جلابه مفطعين بيخافوا. ابو اولادنا بيقولوا لنا كامل ده عنصري ابيض منه، خافوا مني. لكن كلامي كله حقيقي، كلكم تجوا تركبوا هنا، ما في تريد. جلابي ده عنصري، ما في تريد. جلابي ده عنصري. هسي شيء شايفينه بعينكم يا اخوان. ما تيجي تقول لي مني بي، مني ما يسوي شيء. مني جابوه رئيس مجلس السياده، نائب رئيس مجلس السياده ما يسوي شيء. كم جابوه رئيس مجلس السياده بعدك انا معاكم. هسي ده اي شيء ثاني ما معاكم. والله كلام فاضي، والله كله كلام فاضي. قيادة الجيش السوداني عند الجلابي العنصري. أنا في كلام والله الليل أنا بقول لكم كلام سجلوه للتاريخ. أنا في كلام قلت زمان كلكم كلامي ده ما اتفقتوا معي، الليلة أنت تتفق معي. السودان ده كله جنجويد الغزو، وسط شمال، وسط شرق غرب جنوب الجغرافي الجديد، كله جنجويد المشوا خربوا. جلابي ده لسه قاعد هناك، أرنب بتاعه ما مات. جلابي سرق السودان 60 سنه قاعد في امان وفي سلام. جنجويد ما مشى سلام، اي ما مشى الشمال. السودان ده ما في خير، كله ليه الدين. والله كلامي ده قوي وحار، اي حاجه اقبل مني والله. معلش انا دي الحاجه الموجوده جواي لازم اقولها لك. ده كلام الموجود جواي اقوله. جنجويد ما مشى خربوا لك بلد ده كله كده، خربوها لك. كلنا بدانا من صفر. جلابي سرق 60 سنه قاعد في حاله ده، والله ما في فايده والله. والله ما في فايده. اقول لك زمان قلت لك فكوا هتات دي الجنجويد اللي يمشوا العبوا السياسه، يخربوها مره واحد، العبوها السياسه، فكوا الصندوق. والله جاد دماغ. جلابي ده عنصري. عشان كده الليله الشتايم ابناء جلابه تشوفون ده الشتايم شايفين 5 يوم 6 يوم اسبوعين ده شايفين الشتايم ولا ما شايفينها؟ لسه في زول عينه قويه يا زول بشتمكم. في زول في ناس كده ما اعرف من الشمال فيها من المشتركه دي قاعدين في كافتريات مع بنات ولا شنو؟ يجوا يقولوا لك والله يقولوا الشير وتا. السودان ده مسجل باسمك عشان زول داري يقعد مع بيت في كافتيريا يجي يستاذن منك، يشكسوا بنات، يشكسوا حبوبات، خالات، يعملوا شيء دارين يعملوا. ولا داري اقول لك كلام دبل ماسي ذاته. انت منو عشان الناس يجي يستاذنوا منك بعدك يقعدوا مع بنات في كافتيريات؟ بيقعد مع بيت في كافتيريا، يقعد مع خالته، حببته، امه، مرته، صديقته، شكسته، يقعد. انت هو ار يو؟ انت منو؟ دي الفوضى بتاعت الجلابه. دي الفوضى بتاعت الجلابه. 23 ما دور في دنقله في شندي مع البرهان يجيب يقول ان احنا ولدونا حكام. كلام ده ما طول. كلام ده ما طول. برهان لما وقف في شندي قال ان احنا ولدونا نحكم. يا كم منو انت بلد ده واقول لك اتا انت. برهان ده يعملوا له استضافه في واحده من القنوات يقول لك انا ابوي حلم بي انه نقى الرئيس. يا كذي وصلت وين؟ انت الله يعني شفت انت ابوك بحلم بك انه انت بقيت رئيس تجي تلقى الرئيس.
كباشي ده يهكها كده بكفاءة بس. يجي ليه انت بتاعت الرئيس انتوا تودوا الكوشه وانت تيجي تقعد في الكرسي يقول ابوي هلم به. تجيب في الشندي تمسك عصايه ناسك بحلل وتقول ان احنا ولدونا نحكم. شوفوا دي الدوله. عشان كده قلت لك كلامي ده واقف عليه. الليله جد بديك اكسس يا ولد دارفور يا فلنجا يا امي يا ما بتفهم. الليله انا بديك اكسس بدي امشي لفلنجايات بتاعك ولا اسيادك امشي قول لهم كامل ده عنصري جد. الليله انا عنصري ذات. الليله بديك لا من الاخر ذاته عشان ذاته ثاني انا ما ببرر ذاته. الليله بقول لك جنجويد دل ما غزوا الشمال السودان ما بلوا البلد بهناك ما في فايده في السودان والله تشيل بقى وتجري والله. شفت الاساءات اللي بيعملوها. زول قاعد في كافتيريا مع بنت انت بتعرف بنت ده مرته اخته حببته خالته عمته حبيبته داري يتزوجها خطيبته. انت ما تعرف بس لقيت الصوره بسيطه ولا جيت كبيت شير سميتهم عبيد وفداديات ويا شنو ما عارف ليك وبتاع. انت بس لقيت الصوره بس. شوف الناس دي وصلت كيف. عندي اولاد عليكم والله شر البليه ما يا اخي ناس والله بيصدوا يعني شمس ما عطوا في المعارك والله في مشتركه هنا والله بيصدوا يعني والله ناس يا اخي في اسره ذاته امتز شباب ان لا يجي ينفرد لك بسلطه واهله يتكلموا لك كلام فارغ وفاضي ونبس وشتايم. شفتوا الجيش السوداني انفرد ابناء شوايقه انفردوا بالسلطه. ده واقع موجود. هاي بلد ده ما بقى بلد ده ما في خير والله اقسم بجلالتي. شوفوا العنصريات الايامات اللي فاتت. اي شو دينكم شوفوا العنصريه ايامات اللي فاتت دي في الميديا السودانيه. لقيتوا العنصريه ما لقيتوها. عنصريه ماشيه بكورينا ما لقيتوها. مشتركه الناس ماتوا ناس عبد الرحمن رايد عبد الرحمن ده اول عربيه دخلت مدني كبر مع العلم. ديل قالوا والله ناس مشتركه ديل ما حرروا المدني ولا جونا بجاء ابناء الجزيره. يا هاي انت ما تشاكل والله. انت ما تكذب انت ما والله انت وديني وايماني جنجويد عربيه واحده بسكك انت والله ليه مصر ما تكذب انت. الموضوع ده لسه احنا نجوده وجاي ذاته اصلا الموضوع ده ترى لسه والله. جنجويد القاعد على مسافه 50 كيلومتر ده لسه احنا موضوعنا معه لسه احنا ثاني نلعب سياسه. توس في جنجويدك توس في حلتك توس في السودان ذاته ثاني موضوع ده كده. شغله من بقت فيها اساءات وفيها بتاع احنا ثاني شفتها احنا ذاته شفتها. شغله دي ذاتها شغله بتاعت الفلقنه دي اولادنا ده ثاني ما دايرين تسوي ذاته. ما تسووا شغله بتاعت فلقنه ثاني ناس طلبها السياسه جد. جزيره حرروها عيالها جنجويد ثاني بيجوا الجزيره حررها. بديك لا قاف لازم والله. عنصريه والكلام الماشي ده كله شغل دوله. كله ده شغل بتاع الدوله دي عشان الجنجويد ناس بيطلعوا بفتة ومنصات. جنجويد بيطلعوا بفتة ومنصات. توالد شفت تلفزيون السوداني اكبر محاكم في الدوله السودانيه ناس طلعوا بيانات قالوا جنجويد المطلوبين للعداله في السودان. مطلوبين للعداله في السودان. لو طال الزمن وقصر غيابيا محكومين عليهم بالسجن بالاعدام باي حاجه. انت دوله ما قادره تمسك ناس ماشيين لافين في ارض الجزيره والارض الشماليه بيسبوا وبشتموا في شباب المشتركه بيتلوا فيهم اشعار. ما قادر تمسك الناس دي. دوله وراء الموضوع ده. عنصريه ماشيه بكورينا.